بكل بساطه مثلا انا لو تخيلت ان انا ما نمتش، لو انا عندي امتحان، لو ابسط حاجه، لو انا عندي امتحان مش هعرف اجاوب شويه كويس في الامتحان، مش هبقى مركز في الامتحان بتاعي. لو انا شغلانتي فيها سواقه ممكن اعمل حادثه لا قدر الله. لو انا عندي مشكله صحيه او مشكله نفسيه ممكن تزود يعني المشكله بتاعتي، وتزود السوء وتزود الاعراض المشكله اللي عندي. تمام، فده المشاكل بتاعه الديب سليب. طيب عايزين نشوف هل الموضوع قله النوم ده منتشر. طبعا احنا مش محتاجين نتكلم سواء الكواليتي او الكوانتيتي، يعني معظم الناس ما بتحصلش على قدر كافي من النوم من الكوانتيتي اصلا عشان نتكلم في الكواليتي. يعني عدد ساعات النوم المفروض بيتراوح من 7 ل 8 المثالي. التينيجز ممكن يوصلوا ل 9 ساعات، وكل ما يقل السن المفروض بيزيد عدد ساعات النوم. لكن معظم الناس ما بتحصلش اصلا على كوانتيتي عدد ساعات كويسه عشان اصلا بنتكلم في الكواليتي. تمام. طيب ده ممكن يكون بسبب مشاكل بتضغط عليهم، ممكن ستريس، ممكن عادات خطا، ممكن ابيوزنج لبعض العناصر اللي بتقلل كفاءه النوم. المهم هم ما بيوصلوش للايه، لعدد ساعات النوم الكافي، او هم عندهم ستريس بقى، عندهم امتحان، عنده كذا عنده كذا، عنده ظرف معين بيمنعه اصلا من النوم.